احنا ساعات بنكون اكبر عائق في طريق نجاحنا احنا بنفسنا، مش اي حاجة تانية. يعني مش بسبب الظروف ولا الناس ولا اي حاجة، لكن بسبب حاجات احنا بنعملها في حق نفسنا. في الفيديو ده هنتكلم عن 7 اخطاء شائعة بتخلي الواحد يفضل محلك سر ما بيتقدمش ابدا، ولو انت فيك حاجة واحدة بس منهم لازم تسعى في حلها، هتفرق معاك 180 درجة. أول خطأ بنرتكبه في حق نفسنا التسويف والتأجيل. يعني دايما بنقول هبدأ بكرة، يعني لسه بدري، مش وقته، بعدين، لسه الوقت طويل، ونفضل نأجل ونأجل لحد ما الفرصة تضيع أو تتحول الحاجة البسيطة اللي كنا عايزين نعملها لكابوس صعب. بيبقى وراك مهمة سهلة جدا بس تأجيلك ليها بيخليها تقيلة بل مستحيلة. طيب الحل بسرعة، ابدأ بحاجات صغيرة وما تستناش الكمال. ما تقولش مش هبدأ إلا لما يكون كل حاجة تحت السيطرة، مفيش الكلام ده. ابدأ اشتغل حتى لو بنسبة 1% بس، المهم انك تبدأ وتستمر. لو بدأت هتلاقي العجلة مشت. تاني حاجة الخوف من الفشل، ولو خدت كلمة الخوف لوحدها بس كفاية. الخوف ده بيخلينا مش بس ما نجربش، لا ده ساعات بيخلينا حتى ما نفكرش نبدأ. ليه؟ علشان بنخاف نغلط فما بنتحركش ونفضل في نفس الدايرة. وكلمة الخوف دي حط جنبها اي حاجة هتلاقيها ماشية جدا. الخوف من الفشل زي ما قلنا، الخوف من الندم، الخوف للتجربة ما تكملش، الخوف من اي حاجة بيوقف مسيرتك. طب ايه الحل؟ خلينا بس نعرف ان الفشل مش نهاية العالم، بالعكس هو خطوة للنجاح. كل شخص ناجح عنده تجارب فاشلة وده الطبيعي جدا، المهم تتعلم منها وتكمل. وزي ما قلنا كتير ان الفشل طالما فيك نفس يبقى هو تجربة قابلة للتعديل مش نهاية العالم. تالت حاجة مقارنة نفسك بالناس. طول ما انت عمال تبص على نجاح غيرك وتحس انك اقل او متأخر، عمرك ما هتبقى مبسوط ابدا ولا هتركز في اللي عندك. ولو فتحنا كلام في الموضوع ده مش هنخلص. طب الحل ايه بسرعة كده؟ قارن نفسك بنفسك، شوف انت كنت فين وبقيت فين. يعني قارن نفسك بنفسك لما كنت امبارح وصلت لفين النهاردة، وطور من نفسك على قد ما تقدر. كل واحد له ظروفه ورحلته الخاصة. ولما تقارن نفسك بنفسك امبارح وتلاقيت نفسك ما تقدمتش، ما تقفش وتقول مفيش فايدة، لا ده لازم يكون دافع ان انت تتحرك اكتر واسرع. رابع حاجة الاستسلام للكلام السلبي، سواء بقى كلام جواك او كلام الناس من حواليك. لو فضلت تقول لنفسك انا مش شاطر، انا فاشل، انا الدنيا مش تمام معايا، انا مش هنجح، مفيش فايدة، او تسمع للناس اللي بتحبطك، عمرك ما هتوصل لحاجة. وفي فيديوهات اتكلمنا فيها عن الموضوع ده بالتفصيل، هسيبها لك في الديسكريبشن تحت. طب ايه الحل بسرعة برضو؟ غير طريقة كلامك مع نفسك. قول انا ممكن اتعلم، التجربة اللي فاتت دي اي نعم ما كانتش احسن حاجة بس انا استفدت منها 1 2 3. وطلع الاستفادة اللي استفدتها من تجاربك الفاشلة او اللي ما حققتش النجاح اللي انت بترجوه، وقول انا هحاول تاني. وخليك عارف بينك وبين نفسك ان من حقك تفشل ومن حقك تجرب وتغلط. ولو في حد سلبي حواليك تجاهله او خليك وسط ناس تدعمك، خليك وسط ناس جامدين زي ما قلنا قبل كده كتير وتديك طاقة ايجابية. خامس حاجة الكسل وانك ما تتحركش، تقعد كده محلك سر. النجاح مش هيجي لحد عندك. لو فضلت مستني الفرصة تيجي لحد عندك او مستني تتحمس او مستني الوقت يبقى مناسب، عمرك ما هتبدأ. ما تستناش. ما هو الكسل مفيش حد بيقول انا نويت ان انا ابقى كسول، مفيش الكلام ده. هي بتبقى كده شوية نوايا حلوة في الاول، ان انا مش هبدأ الا لما يكون كل حاجة تمام، مش هبدأ الا لما اكون عارف ان انا هكمل، مش هبدأ الا لما اكون متأكد ان انا هحقق النتيجة الفلانية. بعد كده تلاقي نفسك ما بتتحركش اساسا وقاعد مكانك وكسلت اصلا، والموضوع بقى تقيل وبقيت انت حركتك تقيلة وبقيت الدنيا بايظة خالص. طب امال اعمل ايه؟ الحل بسرعة كده، اجبر نفسك على الحركة حتى لو مش حاسس انك متحمس. مجرد ما تبدأ الحماس هيجي مع الوقت. في كلمة حلوة قوي لما يكون حد ملوش مزاج يذاكر او مش عاوز يذاكر او مستثقل المذاكرة، دايما بنقول له عيط وانت بتذاكر. بس المهم ابدأ ذاكر، ابدأ اشتغل، ابدأ اعمل الحاجة اللي انت مكسل عنها حتى لو مالكش مزاج. لما تبدأ سيب نفسك بس للبداية وهتلاقي الدنيا مشت على طول. واي انجاز حتى لو كان صغير او ما انتش شايفه او حاسه تافه هيجيب انجاز وراه اكبر منه، وعجلة الانجاز هتفضل دايرة. الانجاز بيجيب انجاز. المهم ما تقعدش ساكت محلك سر. سادس حاجة عدم الاستثمار في نفسك. لو انت مش بتتعلم حاجة جديدة، مش بتطور مهاراتك، مش بتحسن نفسك، هتفضل في نفس المكان ومش هتتحرك. طبعا الكلام ده مش محتاج شرح، بس احنا بنفكر مع بعض بصوت عالي علشان نكون احسن زي ما احنا متعودين دايما في الفيديوهات اللي احنا بنتكلم فيها. دايما بنصحك ان انت تتعلم اي حاجة، يا اما في مجال تخصصك او حتى لو مش في مجال تخصصك. تعلم اي حاجة. كل العلوم وكل الفنون اللي انت هتاخد عنها فكرة كلها بتنفذ على بعض وكلها بتوصل لبعض. طب لو عندي مشكلة ان انا مش بستثمر في نفسي ومش بستغل الفرص ان انا اتعلم حاجة جديدة، ايه الحل؟ اول حاجة طبعا اقرأ. لو قدرت تحدد وقت يوميا انك تقرأ فيه حتى لو وقت بسيط هتفرق معاك جدا. خد كورسات، وطبعا خد كورسات دي ما بقتش مرتبطة بانك لازم يكون معاك
معاك فلوس علشان تاخد كورسات. دلوقتي يوتيوب ما شاء الله مليان كورسات كتير جدا وكل حاجة متاحة، المعرفة بقت اسهل بكتير جدا. اتعلم مهارات جديدة، طور نفسك دايما لان الدنيا بتتغير بسرعة، ولو ما كنتش بتتطور هتلاقي نفسك متأخر. طيب هو انا يعني لازم اشتغل على نفسي ولازم اتعلم حاجات جديدة ولازم اطور من نفسي علشان الفرصة تجيلك؟ لا، هي الفكرة مش كده. الفكرة ان انت الفرصة هتجيلك فجأة، فلازم الفرصة تجيلك وتلاقيك جاهز وتنطلق معاها. لكن لما الفرصة تيجي لسه هتستنى لما تبدأ تتعلم؟ لا شكرا، ما عطلكش، هشوف غيرك. وعن تجارب شخصية حصلت لي انا شخصيا وحصلت لناس قريبين مني، لما تتعلم حاجة ما تقولش اصل ما فيش دافع، اصل لسه ما اشتغلتش، اصل لسه ما حصلش. لا، انت لازم تكون جاهز، لان الفرصة لما بتيجي بتجيلك فجأة، فلازم تكون لابس ومتشيك كده ومستعد لها. سابع حاجة، فقدان الصبر. خلاص فقدنا الصبر وكل حاجة عندنا بقت بالاستعجال. احنا عايزين كل حاجة تحصل بسرعة وبسرعة جدا كمان. لو ما اشتغلتش شهر او اتعلمت حاجة اسبوعين بنقول مفيش فايدة ونسيب كل حاجة. خلاص اصل انا بقالي شهر والله بحاول، اصل انا والله بقالي اسبوعين بحاول اتعلم حاجة جديدة ومفيش فايدة، ما تقدمتش، يبقى ماليش فيها وادور على غيرها. طب ايه الحل؟ الحل انك تعرف ان اي نجاح بيحتاج وقت وصبر. لازم تفضل مكمل وتدي كل حاجة وقتها الطبيعي علشان توصل لنتيجة حقيقية. ايوه، يعني لو انا بدأت ان انا اعمل حاجة ولقيت النتائج مش هي، افضل مكمل. تفضل مكمل ولكن بشرط انك تبقى ماشي في الاتجاه الصحيح. خلي بالك لو حد ينصحك يقول لك لا استمر وكمل استمر وكمل، وتيجي تستمر انت اصلا ماشي في الطريق الغلط. فمن الاول اعرف انت رايح فين، حدد الوجهة بتاعتك، حدد الهدف بتاعك، وبعد كده كمل وطول بالك واصبر. فلو بصينا للأخطاء دي هنلاقي ان كلها في ايدينا. فكر في الحاجات اللي بتأخرك وابدأ في التغيير من النهاردة. اهم حاجة انك تبدأ وتكمل، لان التغيير الحقيقي بيبدأ بخطوة واحدة بس. وما تقولش هستنى لما يبقى كل حاجة تمام، ابدأ وبس. يعني لو فكرت تبدأ قناة يوتيوب او فكرت تعمل محتوى، ما تستناش يكون عندك اجمد ادوات، لا اشتغل على اللي تقدر تشتغل عليه وطلع انتاج. واول ما تطلع انتاج غصب عنك هتلاقي نفسك بتطور نفسك. حتى لو انت معتمد على اللي حواليك هيساعدوك، محدش هيساعدك الا لما يشوفك في الاول بتساعد نفسك. احنا دلوقتي اتكلمنا عن 7 اخطاء بتعوقنا عن النجاح وبتوقف حياتنا حرفيا.